قدمنا اليوم عرض المركب الثقافي بالقصرين، دونس الكل انواع دونس الكل، دونس زياد، دونس بريك دانس، اي دونس. نحن ننتظم يعني قدمنا الخدمه دي باش ننتظم يعني نشوف معانا الناس في القصرين خاصة دار الشباب، مركب ثقافي، اي بلاصه واحد يلقى وليدين. بالنسبة للقصرين عندنا ثقافة، عندنا كل شيء، مواهب، كل شيء، شاعر، راب، دونس، أما ما نكونش شكون يوقفوا معاه. جيت اليوم باش نحضر في المركب الثقافي في القصرين، برشا عروض، مي اللي جلب لي انتباهي الواحد من ليكيب نتاع الدونس في سبيتلا. عجبني برشا التابلو اللي قدموه، كانوا وليدات تحفونين وجونيس، ونحن نشجعوا بيان سور. وليد خضراوي، مدير مركز دوي في معاصر القصرين، ممثل ومخرج مسرح. اليوم في المهرجان الثقافي، المهرجان الجامعي في القصرين، معناتها كما تعودنا فما مواهب كبيره، فما
هذا يبشر بثقافة جديدة طلابية. إن شاء الله يتوج المهرجان هذايا بمهرجان للمسرح الجامعي كما موجود في حسين بوزيان وكما موجود في مستير. نور الناظري مدير المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات سبيطلة. يعني هذه المرة الثانية اللي استدعى لمثل هذه التظاهرات. أكيد هي حاجة حلوة وجميلة لأنها تجمع معناها المكونات الجامعية في مدينة القصرين في سبيطلة في معهد الفنون الحرف في الليزات في الانصات. لا تتاح الفرص كثيرة معناها باش يلتقوا كل هالمواهب والثقافات هذه في مكان واحد وفي ساعة واحدة وفي مناسبة واحدة باش المخزون الثقافي لمدينة القصرين يعيدون إنتاجه بطريقة من الطرق حتى لا لا يموت المخزون الثقافي. القصرين ماهيش فقط شعابي ماهيش فقط مناطق خضراء ماهيش فقط ولكن هي فولكلور شعبي هي تراث شعبي هي ثقافة. وأنا أعتقد أنها مناسبة جيدة ومناسبة جميلة أن نكتشفوا المخزون الثقافي هذا نتاع جهة القصرين من خلال المسرح من خلال الغناء من خلال عروض راقصة من خلال عروض فولكلورية من خلال لباس تقليدي من خلال أشكال كثيرة لإعادة إنتاج الثقافة الحية في مدينة. معكم السيد عبد اللطيف سماري مدير المركز الثقافي الجامعي بالقصرين. نشكركم جزيل الشكر على موافقتكم لهذه الفعاليات اللي تقريبا امتدت على شهر افريل كاملا كانت متنوعه بين تظاهرات حره وحاولنا قدر الامكان ان نعدل هذه التظاهرات على مستوى مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات الخدمات الجامعيه. نحن نقدر حجم المسؤولين الموظفين في عهدتنا ثم ابنائنا الطلبه امانه في رقابنا ونحاول قدر الامكان ان نفتح صدورنا لهم ونسمع ونستجيب لابداعاتهم وان شاء الله باذن الله معناتها في مستقبل الايام نحاول قدر الامكان نبني تصور وبرمجه واستراتيجيه معناتها تسمح لنا قدر الامكان باش نشقوا طريقنا نحو الثبات.